السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. اليوم جينا بلوبيا ماشطو أو اللوبيا الخضراء كما احنا نقولوا لها. هنا درتها في الكوكوط، بليزانتركوت هذوك، ولا باش حبيتي اللحم اللي عندك تقدري تقطعيه كما نقولوا حنا طراف صغار و ونضيفوا لهم المكونات تاعنا ونسكروا الكوكوطه. يعني في ربع ساعه راح توجد لك هذا الوجبه، وراح تجيك بنينه. تجيك يعني ما شاء الله. شوفوا اللحم كيفاش جا طايب زبده. اللوبيا ثاني جات ما شاء الله، جات بنينه بزاف وجات طايبه الله الله. واش راح نقول لكم؟ نبدا بالوصفه مباشره. انا هذو هما طرف اللحم اللي خيرتهم. انا خيرت لي زانتركوت هذو الضلوع هذو. وكل وحده واش حابه تدير. المهم تغسليهم تمسحيهم مليح. هنا نجيب عندي حبه بصله وحبه طماطم. عندي فصوص تاع الثوم، عندك 4 حبات 3 حبات هكذا على حسب حجم الحبه تاع الثوم تاعك. نقطع كامل هذو المكونات، نقطعهم في العشوار. نزيد ندير شويه تاع المعدنوس نحطه في الاشوار ونرحيهم كما راكم تشوفوا. نفرغ كامل المكونات هنايا ما ترحيوهمش، يعني ترحيوهم تخليوهم يوليو يعني هكذا، تقطعوهم من شكل هكذا صغير برك. يعني كي تعودي ترحي فيه طفي وشعلي باش يجيك هكذا على شكل قطع صغيره، ما يجيكش مايه وما يجيكش يعني معجن. هذاك البصله نسحقوها يعني قطع صغيره فقط. هنا هذوك الطرف تاع اللحم قليتهم في الزيت، قليتهم مليح حتى تحمروا لي مليح. ومن بعد ضفت لهم هذاك البصله والطماطم المعدنوس الثوم، نزيد نقليهم مليح مع هذاك اللحم تاعي. ومن بعد راح نديروا لي زيبيس تاعنا اللي هما عندنا فلفل احمر، عندنا الكزبر، مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه كبيره تاع الكزبر، مغرفه صغيره تاع الملح، وعندنا مغرفه صغيره تاع توابل اللحم. يعني تروحي للعطار تاع المول الحشاوش قول اعطيني التوابل تاع اللحم، يعطيك التوابل هذو. يعني راح يعطيوك واحد البنه يعني ما شاء الله في الماكله تاعك، خاصه احنا في ايام العيد ورايحين نصبوا بزاف باللحم. يعني هذا التوابل رايحين يعطيوك واحد البنه ما شاء الله في الماكله تاعك. هنايا هذه اللوبيا تاعي انا فورتها، يعني دخلها الطياب تقريبا قريب الطيب. فورتها مليح ومن بعديتك حطيتها في الكوكوط تاعي مع هذاك اللحم. خلطتها بهذوك المكونات باش هكذا تدخل لها هذيك البنه. نقليها شويه يعني هكذا فقط واحد دقيقه ولا زوج كما راكم تشوفوا، باش هكذا المكونات الكامل هذوك الكل تتشربهم هكذا. نحاولوا نقليوها شويه ومن بعد نجيبوا كميه تاع الماء ونمرقوها. انا هنا على بالي راني نصور وانا ما كنتش نصور. هنا نجيبوا كميه تاع الماء حوالي كاس ونص، ولا 2 كيسان على حسب اللوبيا تاعك. المهم ما تعمريهاش يعني كما نقولوا احنا حتى تتغطى لك اللوبيا، عمريها للنص تاع اللوبيا تاعك. تسكري عليها الكوكوطه حوالي 20 دقيقه نص ساعه. ومن بعد ما طيب لك تجيبي حبه بطاطا قليها قليوها كما نقولوا احنا هكذا بتيكاري. هذه البطاطا انا قليتها ضفتها للوبيا تاعي. هنا البطاطا راح تطلق لك واحد البنه يعني في اللوبيا. احنا ماشي هنا باش نزكيوها ولا نقولوا اللوبيا قليل ولا. هنا هذا البطاطا كي تقليها وتضيفيها للوبيا تاعك راح تجيك بنينه. وهذه هي اللوبيا تاعنا اليوم. يعني طابت في مدة قصيرة. نشوفوا اللحم تاعنا جا طايب زبدة ما شاء الله. وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسوناش بالاعجاب، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.